السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا مساء الفل على عيونكم، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، يومكم كله خير وفرحة وبركة وتفاؤل. قبل ما نبتدي الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلوا كل جديد. ان شاء الله مع بعض النهاردة هنعمل مكرونة بالفراخ، هنعملها بطريقة سهلة جدا. ان شاء الله تجربوها كده وتنجح معاكم وتطلع كمان احسن من كده. تطلع معانا يا جماعة هايلة وطعمها بيبقى رائع. نقول بسم الله والصلاة والسلام على اشرف خلق الله وندخل على بركة الله نبتدي الفيديو. اول حاجة هنعمل البشاميل، حوالي 4 معالق كده من السمن، وبنحط عليهم كمان حوالي برضو 4 معالق من الدقيق. بنقلب كده كل الخليط ده مع بعضه. لحد ما الدقيق تحس كده ان الريحة بتاعته ايه راحت. اهو هنقلب فيه. في الوقت ده بنحضر بقى حوالي لتر من الحليب. بصوا، حليب على شوربة على مغرفتين من مية المكرونة اللي هنسلقها. هنقلب بقى كل الخليط ده مع بعضه لحد ما نوصل للقوام الكريمي. لو عندك بقى معلقة قشطة، عندك قطعة من الجبنة، حطيها برضو، كل ده بيعزز طعم البشاميل. يبقى حطينا شوربة وحطينا كمان، بنحط بقى شوية ملح وشوية فلفل اسود. حطينا شوربة وحطينا مغرفتين من مية المكرونة، وكمان بتحطي شوية من الحليب، حوالي نص لتر كده من الحليب. هيكون معانا دلوقتي حلة على النار هتسخن، ومعانا كمان حطينا حلة المية اللي احنا هنسلق فيها المكرونة. هنحط بقى في الحلة دي، سخنت كويس، هنحط معلقتين من السمنة. محضرين كده بصلتين كبار، ومعانا كمان نص كيلو من صدور الفراخ مفرومة او متقطعة كده، يعني قطع صغيرة. هنبتدي بقى نقلبها كويس، نديها صدمة كده لحد ما اللون بتاعها يغير. بعد ما اللون غير بننزل بالبصل المفروم، هنقلبه بقى كده لحد ما يدبل معانا. وبرضه هيكون معانا، حطينا ملح وفلفل اسود، وهيكون معانا فلفل برضو احمر او اخضر، مقطعينه برضو قطع صغيرة كده. هننزل بقى بالفلفل، وهنقلب كل الخليط ده مع بعضه ونسيبها كده حوالي 5 دقايق وهتكون جاهزة معانا. نخش بقى على المكرونة. هيكون معانا حوالي كيلو من المكرونة. هنقلب بقى المكرونة بتاعتنا والعصاجة اهو.
بعد بقى ايه ما سلقنا المكرونه يا جماعه، لما بنسلق المكرونه ما بنصفيها، ما بنحطش عليها ميه. يبقى جاهز معانا البشاميل، وجاهز معانا المكرونه، وكمان ايه جاهز معانا الفراخ. بنحط بقى شويه من البشاميل على المكرونه، ونجيب البايركس بتاعنا، فرننا طبعا ساخن على درجه حراره 220، السلك في الرف اللي في النص. هنفرد بقى نص كميه المكرونه، نفردها كده ونثبتها. طريقة الفراخ دي يا جماعة هايلة، بتطلع معانا طعمها ولا احلى من كده. باذن الله تجربوها بنفس الطريقة كده وتعجبكم. بعد كده نحط مغرفة صغيرة كده على المكرونة، وبعد كده ننزل بقى بالعصاج اللي هو تعصيج الفراخ. هننزل بقى ايه بالفراخ، هنوزعها كويس في البايركس. هنحط كل الكمية، طبعا البصل بقى مع الفراخ مع الفلفل الكمية زادت. بعد كده بقى هننزل بكمية المكرونة. طبعا المكرونة دي يا جماعة حطينا عليها مغرفتين من البشاميل. طريقة سهلة جدا وسريعة وطعمها كمان والله هيعجبكم جدا. ان شاء الله تجربوها كده وتنجح معاكم وتقولوا رأيكم ايه. هننزل بقى بالبشاميل، نحط طبعا البايركس ده في صاج عشان لو في اي حاجة نزلت او حاجة ما تنزلش في الفرن. ان شاء الله تجربوا الطريقة دي وتقولوا رأيكم في الكومنتات ايه. ما تنسوناش بقى باللايك، واللي ما اشتركش في القناة يا ريت يشرفني وينورني بالاشتراك. بنساوي الوش كده. بعد بقى ما حطينا كل كمية البشاميل بتاعتنا، هتدخل بقى فرن سابق التسخين على درجة حرارة 220، السلك في الرف اللي في النص. بتطلع معانا يا جماعة هايلة، بتطلع معانا حلوة جدا. مجرد بقى ما نلاقيها احمرت معانا كده نشغل الشواية. وزي ما انتم شايفين تطلع معانا بنفس الطريقة حلوة جدا هايلة، وطعمها كمان ولا احلى من كده. بإذن الله تمشوا كده على المقادير والطريقة وتعجبكم. وبكده بقى خلصنا وصفة المكرونة بتاعتنا اللي بالفراخ وبالبشاميل. يا رب تعجبكم وتنول رضاكم، ونكون دايما عند حسن ظنكم. وانتظروني بقى في فيديو جديد ووصفة جديدة، واسيبكم على خير واشوفكم على الف الف خير، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في امان الله ورعايته. مع السلامة.